على الارض. ايوه على الارض. على الارض. الناس كلها بتلتقي كده عينه. ده هم نايمين. ايوه على وشهم. على وشهم. برضو من الفنانين الكبار اللي حضرتك يعني في احد الانترفيوهات المنشوره ليك بتقول عادل امام اكتشافي. انا عايزه اكمل بقيه التعليقات اللي مكتوبه. ومحمد صبحي لا يضحك الناس، وفؤاد المهندس اكبر شكاك. لا بتاعت محمد صبحي دي ما قلتهاش. ما قلتهاش. لا لا لا. عادل امام اكتشافي. ايوه. ازاي اكتشفت عادل امام؟ يعني هو عادل برضه يعني عنده استعداد من الاول طبعا. بس انا كنت بدور على واحد للدور ده اللي هو الباش كاتب بتاع المحامي. ايوه. لازم يكون غلبان وشكله كده فيه غلب وراجل فقير. ايوه. رغم ده كله فاكر نفسه ان هو مهم محامي برضه. أيوة يعني أيوة. فكان بيعمل محامي حتى في غياب المحامي. ايوه. فقعدت ادور في الفرقه فعلا على الشكل اللي يليق عليه الدور ده فما لقيتش ولا واحد. افتكر شفت 3 4 كده لكن ما لا انا عاوز واحد شكله فعلا معضم وبتاع غلبان يعني. فقالوا لي بقى ان في شاب في الفرقه الثانيه هنجيبه لك. ايوه. فجالي عادل امام. فقلت له عندنا دور بتاع باش كاتب بتاع واحد محامي وكوميدي وبتاع. قال لا كوميدي ايه؟ انا ما بمثلش كوميدي. انا واخد جوائز في الجامعه وبمثل ادوار في مسرحيات عالميه. أيوة. يعني ما وخدت الكاس وخدت بتاع تراجيدي برضو. يعني ايوه. ما اعرفش بقى اذا كان هو يعني كان بيقول كده عاوز يهرب ولا يعني. قلت له طب ما تجرب. أيوة. جرب الكوميديا يمكن. أيوة. فهو جربها مره في البروفه فلقى كل اللي قاعدين بيضحكوا وانبسطوا ودخل في مزاجه اول دور وعمل الدور. بقى طبعا عادل الدور ده بقى هو فتح له فتح طريق فتح عادل. له سكه. بعد كده في مدرسه المشاغبين وحضرتك بتعمل دور الناظر. ايوه. اختلفت مع سمير خفاجي على عادل امام لان عادل كان بيخرج عن النص. مفيش فيهم حد ما خرجش عن النص بس انا ما بعتبرهاش دي خروج عن النص. امال؟ لا